المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والمستهلك المعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. توجه أعضاء الدفعة 32 من الخدمة الوطنية إلى سوا. دفع تحسين الخدمات السياحية في مصوى. دعم مستشفى المعاقين في معسكر دندن. الأمم المتحدة تخطط لمحادثات دولية حول لجنة دستورية سورية. قتلى في هجوم على مبنى حكومي في أفغانستان. وتحطم طائرة ركاب في المكسيك بسبب سوء الأحوال الجوية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. توجه طلاب المرحلة الثانوية في الإقليم الأوسط إلى سوا لإكمال التعليم الأكاديمي للصف 12 وأداء الخدمة الوطنية في الدفعة 32. وقد توجه الطلاب البالغ عددهم 6069 من 25 مدرسة على مرحلتين في 24 من يوليو والأول من أغسطس، وتبلغ عدد الطالبات نسبة 54%، وكان في وداعهم آلاف المواطنين. وأشار الطلاب إلى أن دفعتهم تعتبر استثنائية لكونها جاءت في وقت السلام، مؤكدين الجاهزية لتحقيق نتائج مميزة. وكان طلاب الأقاليم الأخرى قد توجهوا إلى سوا سابقا. دعا مكتب وزارة السياحة في إقليم شمال البحر الأحمر في الاجتماع الذي عقده مع الشركاء والمرافق الخدمية في مدينة مصوى لبذل الجهد لتحسين الخدمات. وذكر المدير العام لقسم السياحة سيد موغوس أسكودوم أن الإقليم يمتلك عوامل جذب سياحية، داعيا المرافق الخدمية السياحية لتطوير خدماتها وضعا في الاعتبار مناخ السلام. وقال إن حسن الضيافة والاستقبال من أساسيات المجال السياحي، مؤكدا على تنظيم الدورات التدريبية للارتقاء بالعمل السياحي. من جانبه أوضح مدير مدينة مصوى السيد هيلا أسفها عن إقامة لجنة لحل نواقص المرافق وتخفيف مصاعبها. وأهاب الاجتماع لتعاون كافة المؤسسات للوصول إلى النتائج المرجوة وفتح فرص القروض لتطوير نشاط المرافق الخدمية وتأمين المواد الخام. وشدد حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تخلل بسو في ختام الاجتماع على أهمية النظافة، منوها لأن تكون الخدمات المقدمة عاكسة لقيم المجتمع، مؤكدا وقوف إدارة الإقليم إلى جانبهم لتخفيف المصاعب. دعا المهنيون الزراعيون في مديرية لوغو عنسبة المزارعين للقيام بالمراقبة والمتابعة في مزارعهم للسيطرة على دودة الحشد الخريفية الطائرة وتقديم المعلومات الآنية. وقال خبير وقاية النباتات في المديرية سيد إلياس أمانيئيل إن أنشطة الاستطلاع التي جرت في ضواحي ملزاناي ودك الشحاي ودبري وعد حنس ومقركا وأدينا وطلالة ودك إزرؤو ودرسناي أكدت ظهور دودة الحشد المدمرة في مزارع الذرة، داعيا المزارعين لتنفيذ التعليمات المقدمة للسيطرة على الآفة الزراعية قبل استفحالها. من جانبه أوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية شاب زكرياس برخت أب أن ظاهرة مماثلة قد وقعت في شهر أبريل الماضي، وقد تم إحراق المزارع المصابة بالآفة. وحث السيد إلياس المزارعين لعدم رش المبيدات الحشرية دون علم المهنيين. قدمت جمعية أمانة الشهداء التي تضم 59 إريتريا في مدينة سينسيات الأمريكية ومواطنين آخرين دعما عينيا لمستشفى معاقي الحرب في معسكر دندن. وشمل الدعم الذي يبلغ قيمته أكثر من 111 ألف نقفة المقاعد والطاولات والثلاجات وأفران الغاز ومكبرات الصوت وأجهزة تلفزيونية. وأكد رئيس جمعية أمانة الشهداء في مدينة سينسياتي السيد إبراهيم طعمه لوكالة إيرينا على الرغبة القوية للإريتريين المقيمين في مختلف مناطق العالم لدعم أسر الشهداء ومعاقي الحرب والمحتاجين. وقد تم صيانة مستشفى معاقي الحرب في معسكر دندن مؤخرا، وفتح مركز ترفيهي فيه.
تم حراسة مزارع أسر الشهداء والأسر المحتاجة في مديريتي عالدخالة وقلوج بالنفير الشعبي. وقام سكان 22 ضحية في مديرية عالدخالة بحراسة أكثر من 495 هكتار من مزارع أسر الشهداء والمحتاجين، مؤكدين مواصلة المساعدة لتنظيف الحشائش والحصاد. وشكرت الأسر المدعومة على المساعدة التي حصلت عليها. وفي مديرية قلوج قام سكان ضاحية قرقف بحراسة 50 هكتارا وضاحية تبلدية 30 هكتارا بالنفير، موضحين مواصلة العمل حتى الحصاد. ويقوم سكان تبلدية منذ عام 2006 بتخصيص مساحة 30 هكتارا لأسر الشهداء وزراعتها سنويا وتوزيع المحصول بالتساوي لأسر الشهداء. من ناحية أخرى قام مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بتقديم عربات الكارو ل 162 أسرة شهيد محتاجة. قدمت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية دعما ل 106 أسرة محتاجة في مديرية مندفرة، هي عبارة عن عربات الكارو لإيجاد مصدر دخل لها وشامبوقو. وضمت الأسر الحاصلة على الدعم أسر الشهداء والأيتام والمعاقين والمناضلين المسرحين. من ناحية أخرى قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية إعالة بمبلغ 4.5 مليون نقفة في الأشهر الستة الماضية ل 2255 أسرة شهيد، ودعم الطلاب المحتاجين ماليا لشراء اللوازم الدراسية لمتابعة تعليمهم، إضافة إلى تقديم مبلغ 72 ألف نقفة مرسلة من الإريتريين في المهجر لأسر الشهداء المعنية بالدعم. في غضون ذلك قام سكان ضاحية دنب حمبرتي بمديرية شامبوقو بنفير لمساعدة في مزارع 28 أسرة شهيد. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قال بيان أممي إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا يعتزم إجراء محادثات مع إيران وروسيا وتركيا في سبتمبر للبدء في وضع اللمسات الأخيرة على لجنة تهدف إلى صياغة دستور سوري جديد. وتلقى دي ميستورا الذي يشارك في محادثات في روسيا مع القوى الثلاث التي تستمر إلى يومين قوائم من الحكومة السورية والمعارضة بأسماء المرشحين المقترحين للجنة الدستورية. وأضاف البيان أن المبعوث الخاص يتطلع لإجراء مشاورات رسمية مع الدول الثلاث بأوائل سبتمبر في جنيف كي يبدأ في وضع اللمسات الأخيرة على اللجنة الدستورية. قال مسؤولون وشهود إن ما لا يقل عن 15 شخصا قتلوا في مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان عندما اقتحم مسلحون مبنى حكوميا وحاصروا العشرات داخله بعد أن فجر انتحاري نفسه عند مدخل البوابة. ويسلط الهجوم الضوء على الوضع الأمني المتآزم في البلاد بعد 17 عاما من الحرب، في الوقت الذي يعلن فيه تنظيم الدولة الإسلامية بشكل متزايد مسؤوليته عن هجمات على أهداف مدنية، حتى مع تزايد الضغوط لإجراء محادثات سلام بين الحكومة المدعومة من الغرب وحركة طالبان. وبعد عدة ساعات أمكن خلالها سماع دوي الأعيرة النارية والمتفجرات، قال المتحدث باسم حكومة الإقليم عطاء الله خوجياني إن الواقعة انتهت بمقتل مسلحين 2 وتدمير أجزاء كبيرة من المبنى. أصيب عشرات الأشخاص عندما سقطت طائرة إمبراير تابعة لشركة أيرو مكسيكو بعد قليل من إقلاعها في ولاية دورانغو بشمال المكسيك، لكن السلطات قالت إنه لا توجد وفيات في الحادث وإن حالة معظم المصابين ليست خطيرة. وأفادت السلطات بأن الطائرة المتوسطة الحجم كانت ممتلئة تقريبا بالركاب، إذ كان على متنها 103 أشخاص بينهم رضيعان وطاقم من 4 أفراد عندما سقطت. وقام
وقفز الركاب والطاقم قبل أن تشتعل النيران في الطائرة. وأظهرت صور تلفزيونية بدن الطائرة وقد لحقت به أضرار شديدة وعمودا من الدخان يتصاعد. وقال حاكم ولاية دورانغو خوسيه روساس إن الطائرة تعرضت لرياح قوية قبل أن تسقط فجأة، وأبلغ مؤتمرا صحفيا بأن جناح الطائرة الأيسر اصطدم بالأرض موقفا عن العمل المحركين قبل أن تتوقف الطائرة على مسافة 300 متر من المدرج. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.